بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده روتين غسل المواعين زي ما انتم شايفين كده. انا كان عندي بقى الاطباق وعندي كوبايات ومعالق وشوك وسكاكين. كل النوعين ديت في الحوض هغسلها. يا ريت اللي لأول مرة تشوف قناتي يا ريت ما تنسنيش باللايك والشير وتفعلي زر الجرس لو عجبكم المحتوى بتاعي. انا اسم قناتي يوميات شوشو في المطبخ. لو عجبكم المحتوى بتاعي يا ريت ما تنسوناش باللايك. اهم حاجة اللايك على الفيديو. انا اول حاجة بقى اغسل معاكم الاطباق. جبت الاسبونجة والصابون سائل. وحطيت صابون سائل شوية مية واغسل بقى الاطباق الاول. وبعد كده بقى اغسل الكوبايات والمعالق. وفي الاخر بقى اي حاجه بقى اغسلها الحله اللي في الاخر بغسلها بالسلكه برضو الصابون السائل. بس بغسل الاطباق الاول بالاسبونشه. روتين تنظيف المواعين. روتين العادي كل يوم. كل يوم بنغسل المواعين. ده روتين واخدين عليه يعني غسيل المواعين كل يوم بنغسلها. تصور لكم فيديو النهارده واحنا بنغسل المواعين. يا ريت اللي يدخل في قناتي يشوفها لأول مرة يشوفها مش مشترك معايا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل إشعار بالفيديو الجديد اللي أنا بعمله. متنسونيش باللايك والشير. اغسل بقى المعالق اللي معاه والشوك. وبعد ما خلصت كده وبغسل الكوبايات اول. في الاخر بقى هغسل الحوض. بغسل الرخامة وانشفها. اغسل بقى الكوبايات اهوت معاكم. بعدين بقى اغسل بقية المعالق اللي في الحوض بالشكل ده. عجبكم محتوايا ما تنسونيش باللايك يا جماعة. تشجعوا كده بقى واللي عندها اي مواعين بقى تقوم تغسلها في الحوض. من الغدا الفطار. اللي يشوف الفيديو بقى في اي وقت يعمل لي لايك. لو بتشوفي بالليل بالنهار اعمل لي لايك وشير. اغسل بقى المعالق. وبعدين اغسل الشوك. في الاخر بقى اغسل الحوض. عندي بقى كان عندي حلة كنت نقعاها اغسلها برضو. واغسل السكاكين والمعالق والسكاكين. بعد ما اغسلهم بقى احطهم في الصفاية. في الاخر خلاص بقى اغسل الحوض بالسلكة. واي بقى بقايا اكل كده بشيلها من الحوض عشان ما تكتمش الحوض اهوت. يعني وانا بغسل الاطباق اي بقايا اكل في الاطباق بغسلها كده بشيلها كده من الحوض. بغسل بقى الحوض اهوت. بغسل الحنفية بالشكل ده. عجبكم بقى الفيديو؟ قولوا رأيكم في الفيديو بتاعي. عجبكم الروتين بتاع النهارده؟ متنسوناش باللايكات. غسل بقى الرخامة والحوض. بعدين بقى بنشف الحوض. اغسل بقى الحلة اللي معايا ديت اغسلها. وبعد كده بقى اغسل الحوض تاني اهو عشان اي زلمطة ولا حاجة في الحوض اغسله بقى بالسلك والصابون السائل اهو. تغسل الحلة
بالسلكة. الحلل بغسلها بالسلك، والكوبايات والشوك والمعالق والاطباق بغسلها بالاسبونشة والصابون السائل بس. اما الحلل بغسلها بالصابون الاسمر والصابون السائل برضو والسلك. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايك وتفعلوا زر الجرس. بالشكل ده بقى غسلت الحلة اهوت. بسيبها بقى لما اسيبها بقى على الرخامة شوية اما تنشف. اسيبها بقى تنشف كده على الحوض. ده هي ما تنشف بقى بعدها ايه في ضرفة المطبخ. اغسل بقى الصينية بتاعت اللي واكلين عليها. الصينية بقى بنتغدى عليها اغسلها اهوت بالسلكة برضو الصابون السايل اهوت. الصينية ميلامين اغسلها بالسلك الصابون السايل. بسيبها بقى ايه بتصفي كده جنب المطبخ. بنفطر عليها بنتغدى عليها نتعشى عليها اهوت. اغسلها بعد ما غسلتها بقى بالصابون السائل اغسلها بقى اغسلها كده بالشكل ده. وبعدين اسيبها بقى تصفي كده بقى. خلصت المواعين اللي معايا. اشطب بقى اغسل بقى الحوض تاني اهوت. هنشفه اهوت. وده الفيديو بتاعي يا حبايبي النهارده. روتين غسيل المواعين، روتين تشجيعي. بالشكل ده. وغسلت الحوض ونشفته. نشف اهوت قماشة كده. نشف بقى الحوض ونشف المية اهوت اللي عليه. عجبكم بقى الفيديو ياريت ما تنسوناش باللايك والشير. فعلوا زرار الجرس. واللي اول مرة يشوف قناتي ياريت ما ينسوناش بالاشتراك في القناة. تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بالفيديو الجديد اللي انا بعمله. اشوفكم على خير. مع السلامة.